فاول 3 شهور لك في التمرين هتلاقي نفسك بتتطور بشكل غريب جدا. هتلاقي نفسك بتبقى عامل كده زي الرجل الاخضر لما يجي يتحول، فبتتطور بشكل كبير جدا، احتمال تزيد 15 كيلو، وده اللي حصل معايا. بس بعد اول 3 شهور 6 شهور بتلاقي ان التطور وقف بمعنى الكلمة، مش بتزيد على الميزان ولا بيحصل اي تطور. اول لما بيحصل معاك كده انت بتروح للكابتن اللي في الجيم تقول له انا حصل معايا كده وما عادش بتطور، فبيقول لك الحل انك تاكل مش عارف 500 سعرة فوق احتياجك من السعرات، واساسا ما بيتكلمش بالسعرات، فبيقول لك كل كتير كل كتير كل كتير هتزيد عضلات اكتر. صدقني صدقني اوعى تعمل زي ما هو بيقول لك، وانا اقول لك الاسباب ايه. فدي اغبى فكرة في الجيم، ولو انت ماشي عليها فلازم تسمع الفيديو ده كويس جدا. تمام، بس في الاول خالص زي اي يوتيوبر كده نقول المقدمة بتاعتنا. اسمي خالد ناصر، مهتم بالجيم والرياضة عامة. برضو عامل قناة تفيد مرضى السكر لأن أنا مصاب بالسكر، وقدرت الحمد لله أحول شكل جسمي للشكل اللي قدام. احتمال الفيديو يبقى طويل، احتمال يبقى قصير، بس أنا عايز أتكلم يعني في النقطة دي لأن فعلا النقطة دي غبية جدا. ليه ما تعملش كده؟ أول حاجة، إيه الحالات اللي أنت ما تعملش فيها كده وإيه الحالات اللي أنت تعمل فيها كده؟ الحالات اللي أنت تعمل فيها كده لو أنت بتروح بطولات. تمام، بالذات لو انت بتروح بطولات بتاعة الطبيعيين، لان اكتر الناس اللي بتبقى مش بطولات طبيعيين اللي هم زي البيج رام والناس دي اللي هم الناس اللي بياخدوا هرمونات، عامة جسمهم بيفضل ناشف، مش نفس نسبة النشافة بتاعة المسرح، بس عامة يعني هم ناشفين تضخيم تنشيف، هم ناشفين، وده بسبب الهرمونات ان هم بتخليهم تزيد عضلات صافي والخ الخ. تمام، ف الناس دي عامة يعني بتفضل ناشفة. لو مش بتروح بلاش تعمل الفكر ده خالص. ليه بقى يا باشا؟ اول حاجة، العضلات بتكبر ازاي الاول؟ تمام، خلينا كده نجيب الفكره كده بالبطيء. هل لو انت اكلت اكتر تطلع عضلات اكتر؟ لا، الفكره ان العضلات بتكبر في التمرين. سيبك بقى بيقول لك 50% نوم، مش عارف 80% اكل، قسموها كده تقسيمه غريبه، نفسي اعرف مين اللي عاملها. هم كلهم بيكملوا بعض. تمام، بس اهم حاجه في الموضوع ده كله التمرين. لان انت لو مش بتتمرن صح كفاءه عاليه هتعمل استشفاء من إيه؟ هترتاح وتنام وتاكل بروتين عالي وتاكل مش عارف احتياجك من السعرات وتاكل كتير جدا. ليه؟ التغذية فعلا هي مهمة، بس مش بالطريقة اللي في دماغك، مش انك تاكل فوق احتياجك من السعرات مليار سعرة. لا يا باشا، خد احتياجك من السعرات فوق 100 سعرة. اهم حاجة في الموضوع ده كله ان انت تعرف تأدي في التمرين، فمش لازم تاكل مليار سعرة فوق احتياجك، اهم حاجة تعرف تأدي في التمرين. انا عن نفس الفترة دي باكل اقل من احتياجي من السعرات والحمد لله ثابت على وزني بل بزيد، لانني فهمتها خلاص. قلت ملهاش لازمة اضخم، ملهاش لازمة ازيد في نسبة دهون على الفاضي. تمام، فاول حاجه نكون فاهمينها ان التمرين اهم حاجه في الموضوع ده كله، اهم من التغذيه والنوم، لان انت لو مش بتتمرن صح بكفاءه عاليه هتعمل استشفاء من ايه؟ هتاكل بروتين عالي لايه؟ تمام، فده اللي بيخلينا نشوف ان اكتر الناس اللي بتتمرن مش باين عليهم ان هم بيتمرنوا، حتى لو هو رفيع بتلاقي نسبه دهون عاليه جدا. ليه؟ لان هو يعني بمعنى صح هو بياكل وقاعد حتى لو هو بيتمرن. ليه؟ لان تمرينه مش صح، مش بكفاءه عاليه. تمام، فاول حاجه نكون حاطينها في دماغنا ان مش بكتر الاكل، هو بالتمرين الصح. تمام، وفعلا الاكل هيكون عامل مساعد زي الكربوهيدرات عشان هتديك طاقه، بس مش بالطريقه اللي في دماغك، لان انا بشوف الناس بتاكل بطريقه تخوف، منظرهم كانهم ما راحوش جيم في حياتهم خالص. تمام، فهي مش بكتر الاكل. تمام، فخلينا نكون واضحين كده. العضلات مش بكتر الاكل، العضلات بان انت تتطور في الجيم. ازاي بقى؟ انت بتشيل وزن مع الوقت يزيد، ده يخليك تتطور، مش انك تاكل كتير، مش انك تعمل حاجات كتير، هو انك تتمرن في الجيم بكفاءة عالية وتعمل بروجريسيف اوفرلود، انك تزود الاحمال التدريبية مع الوقت. يعني حتى انت ممكن تيجي في دماغك انا مش بتطور ولا بشيل اوزان تقيلة فاكل بزيادة عشان يبقى عندي طاقة اكبر، بس انا حابب اقول لك ان هي مش بتتحسب كده خالص يا صاحبي. تمام، ولو انت جربت هتفهم ان هي مش بتتحسب كده. تمام، فهي بالاستمرار، اوزانك هتزيد بالاستمرار، فخلينا نكون واضحين. تمام، العضلات مش بكتر الاكل، العضلات بالتمرين. خد احتياجك من السعرات يا باشا، بس مش لدرجة انك تاخد 1000 فوق احتياجك. تمام، يعني عادي انك تاخد 100 وعادي انك تمشي على سعرات الثبات، بس يعني الكلام ده واضح. تمام، امتى تعمل كده؟ امتى تضخم؟ امتى تنشف؟ الكلام ده كله. وعامة يعني الفيديو مش عن التضخيم والتنشيف، وعلى التضخيم عامة لأن التضخيم هو اللي بشوف فيه غلطات كتير. تمام، بس امتى تعمل تضخيم وامتى تعمل تنشيف؟ أول حاجة تعمل التضخيم في حالة إن أنت بجد بجد انت شكلك يخوف، انت مثلا 40 كيلو زي، فساعتها تاكل الاخضر واليابس. تمام، فبمعنى الكلمة لو انت رافع زيادة عن اللزوم كل اللي في وشك عادي، مش هتفرق معاك بقى كسبت دهون كسبت عضلات، المهم انك
تبقى موجود عامة. لان انت اساسا لو انت رفيع زيادة عن اللزوم انت بتحس نفسك ان صوتك بس اللي خارج، انت مش موجود زي في الاول. تمام. فتعمل تضخيم ساعتها. ضخم يا عم، لو انت يا عم 40 كيلو بس ما يبقاش وزنك 85 كيلو وفاهم ونسبة دهونك عالية وبتتمرن بقالك فترة وتروح تضخم فوق التضخيم بتاعك. فاهم انت ذات نفسك هتكره نفسك. فاول حاجة يكون وزنك مرتفع جدا. ما تعملش كده لو انت بتتمرن بقالك فترة. تمام. لو انت بتتمرن بقالك فترة كبيرة فحاول انك تمشي لسعرات الثبات فوق احتياجك من السعرات 100 200. لو انت حابب انك يعني فاهم تاكل زيادة عن الاكل برضو كنفسيا انك حابب تاكل. وتاني حاجة اللي انت حابب ان يكون فيك طاقة اكبر، مثلا لو انت بتشتغل شغل مع وبتتمرن فاهم وشغلك في شدة وفي تعب جامد، فساعتها تاخد احتياجك من السعرات فوق 100 200 300 سعرة. يا عم لحد 500 سعرة زي ما الناس بتقول، بس ما تطلعش فوق ال1000. تمام. وزي ما قلت لك من الآخر، لو أنت مش داخل بطولة الموضوع ده مش هيهمك. ليه بقى؟ لأن أنت مش عايز يعني نسبة دهونك تبقى عالية. أصل أنت لما تيجي تضخم نسبة دهونك هتعلى زيادة عن اللزوم. تمام. وبالذات بطريقة التضخيم بتاعة المصريين إن هم بياكلوا أي حاجة تيجي في وشهم. أي حاجة أي حاجة، حواوشي بقى، أي حاجة. أنت مش داخل بطولة، بلاش تضخم. خد فوق احتياجك من السعرات 100 200 سعرة، أكلك يكون صحي. ومن الآخر، من الآخر يعني، وأنا جبت الموضوع ده معايا من الآخر. أنا كنت زيك بضخم بنشف بعمل الحوارات دي لحد ما سألت نفسي سؤال من الآخر: أنا حابب منظري يكون كويس طول السنة ولا لأ؟ حتى لو هكسب عضلات قليلة. فلقيت نفسي إن أنا حابب منظري يكون كويس طول السنة، حتى لو أنا هكسب عضلات قليلة، وحتى لو أنا هزيد في السنة يا عم كيلو عضلات، بس أنا عايز منظري يكون كويس. لأن أنا عرفت من الآخر إن أنا مش هخش بطولات، إن أنا مش حابب مجال البطولات ومش حابب المجال ده كله. فحابب إن أنا لو قلعت بصيت على نفسي في المراية يكون منظري حلو طول السنة. فيعني حاجة مهمة. تمام. عايز تعمل تضخيم ملخص كده، عايز تعمل تضخيم خد احتياجك يا عم لحد 500، ما تزيدش عن 500. تمام. لو مش بتزيد استمر في التمرين وفاهم، واستمر واعمل بروجريسيف اوفرلود وهتزيد عضلات صافي. مش مستاهله ان انت تزيد نسبه دهون وترجع تاني تنشف وبعد كده تضخم وتنشف وتضخم. وده بيوصلك لمرحله ان انت لما تيجي تضخم بتلاقي نسبه دهونك عالت جدا، فما بتعرفش تكمل. يعني حتى لو انت بتضخم فوق احتياجك ب 500 سعره هتزيد دهون بس مش بالطريقه لو انت بتاخد 1000 سعره فوق احتياجك. تمام. فبتيجي مثلا لو انت بتضخم بالطريقه دي مش بتحسب سعراتك اساسا، بتيجي يعني بتاكل اللي بيجي في وشك، مش فاهم اي حاجه في الموضوع ده. بعد بالظبط 3 4 شهور من مرحله التضخيم، عامه مرحله التضخيم بتاخد وقت، بتاخد يعني ممكن توصل معاك لسنه، 6 شهور سنه. تمام. على حسب انت حاطط وقت قد ايه. فبتيجي بالظبط في نص المده اللي انت حاططها بتلاقي نسبه دهونك عدت جدا، تلاقيك عامل الفورم بتاع المبرام الطوخي. فبتضطر انك تنشف. فبتيجي تنشف تلاقي نفسك زي الاول بالقلل العضلات عما كنت في الاول، فترجع تاني تضخم وتفضل على المنوال ده رايح جاي رايح جاي. من الاخر كده دي كانت وجهة نظري. ممكن يكون انت عندك وجهة نظر غيري اكتبها لي في الكومنتات، بس من الاخر انا شايف لو انت مش رايح بطولات ملهاش لازمة تضخم بالطريقة يعني اللي انت فاهمها. ممكن تاخد فوق احتياجك من السعرات 100 سعرة، خد سعرات الزبادي زي ما انا بعملها، بس ما تاخدش فوق احتياجك بمليار سعرة وتاكل اكل مش صحي. لان من الاخر انت عايز يكون صحتك حلوة، بالذات لو انت مش بتروح بطولات. وزي ما قلت لك لو انت رفيع اعمل كده، بس برضه خلي اكلك صحي. تمام. وفيديو التنشيف بقى ان شاء الله هنتكلم عنه. الفيديو ده احنا ما اتكلمناش عن التنشيف. الفيديو الجاي او اللي بعده هقول لك ازاي تنشف صح وازاي تعمل الموضوع ده كله صح. تمام. فأتمنى يكون الفكرة وصلت. ودي كانت وجهة نظري، مش بقول لك ان هي صح 100%، بس ده عن تجربتي. والحاجات كتيرة جدا ممكن يكون العلم بيقول عكس كده، بس انا عن نفسي يعني شايف الموضوع ده. انا كنت شايف موضوع كده او دراسة بيقول لك ان انت لو عايز تزيد عضلات صافي بحتاجك من السعرات 200 سعرة، مش بتاخد 500. كنت سمعت صراحة، مش متأكد من المعلومة دي. فانا عامه بعمل كده، ويعني باخد احتياجي بالظبط او ممكن اقل منه وممكن اطلع فوقه ب 100 200 300 سعره بالكتير. لو انت حابب تتدرب معايا اونلاين سايب لك زي ما قلت لك لينك الانستجرام. ولو انت مصاب بالسكر وعندك مشاكل في السكر ومش عارف تزيد في الوزن، وبالذات موضوع الزياده في الوزن ده لو انت مصاب بالسكر، فبرضه هقدر اساعدك فيه. اكتب لي في الكومنتات عايز فكره الفيديو الجاي يكون عن ايه. ان شاء الله ما اكونش طولت عليك، واشوفك في الفيديو الجاي. وسلام.